السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله من وصفات مطبخ بيتي. الوصفة ديال اليوم كيف كتشوفوا ميني كيك بالتفاح اللي كيجي أكثر من رائع بخليط واحد. غادي نحضروا جوج ديال الأشكال إن شاء الله بأشكال مختلفة. بلاطو اللي هو ماوي ديال تحميرة الوجه، وجدوه لضيوفكم ووليداتكم، شي حاجه اللي طوب وبمقادير اللي بسيطه ومتوفره في كل بيت. كيجيو خفاف وهشاش ولداد بزاف، كيستحقوا التجربه. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه عندي هنايا 3 ديال البيضات، انا وحده ملي هرستها خرجوا لي فيها جوج ديال المحاح صغار، وضروري يكون هذا البيض بحراره المطبخ. نص كاس من السكر حبيبات، كيبقى على حسب الذوق، انا فضلت ندير كميه قليله. كاس من الحليب يكون دافي، كاس من الزيت النباتيه، رشه من الملح لتصحيح الذوق، جوج ساشيات من الخميره نتاع الحلويات او بيكين باودر ما يعادل 16 غرام، جوج اكياس من سكر فاني، وتقدروا تعوضوه بقشور ديال الحامض او قشور ديال البرتقال محكوك. وبالنسبه للدقيق انا عبرت 3 نتاع الكيسان بنفس الكاس اللي عبرت به الزيت والسكر والحليب. ومن بعد غادي تشوفوا معايا بالضبط شحال تخلي ديال الدقيق. بسم الله. غادي ندوزو للطريقه. في واحد البول درت رشه ديال الملح وضفت عليه البيض بحراره المطبخ، وضفت جوج الاكياس ديال سكر الفانيلا اللي يمكن لكم تعوضوهم كيف ما سبق وذكرت معكم بحكه ديال الحامض او قشره البرتقال. غادي نخفق العناصر كاملين بالضراب الكهربائي، كيف ما يمكن لكم تستعملوا حتى الضراب اليدوي، غير هو كياخد لينا وقت كتير ومجهود كبير. مع اضافه السكر بالتدريج، وانا مستمره في الخفق، غير هي ما نبالغش بزاف في الخفق نتاع البيض باش ما ينزل ليناش. وكنرفع في السرعه ديال الضراب حتى كنتحصل على قوام اللي كيكون كريمي وخليط اللي كيميل اللون ديالو للبياض كيف ما شفتوا معايا. هنايا كنضيف الزيت بالتدريج حتى كنسالي الكميه كامله، ما غاديش نخوي الكاس دفعه واحده، فقط بالتدريج. غادي نخفق شويه غير حتى يتخلط ليا الزيت، وغنحبس ونبدا باضافه الحليب شويه بشويه، وانا كنخلط هنايا بالضراب. انا ما دايرهش في الضو، حركت غير بالرجلين ديال دوك الخلاط باش ما ينزلش ليا القوام ديال البيض. صافي غادي نبدا كنضيف الدقيق بالتدريج، ما نضيفوش بزاف غير شويه بشويه، وحنا كنغربلوه باش ما يبقاش فيه تكتلات. وكناخذ الضراب اليدوي هو اللي غنخدم به باش ما ينزلش معنا البيض. ضفت الكاس الاول وغادي نخلطو مزيان حتى يتمزج مع الخليط، وغادي نزيد عليه الكاس الثاني ونضيف عليهم جوج ساشيات ديال الخماره ديال الحلوى، ونغربلهم مزيان باش نحيد منهم التكتلات، ونمزج كلشي مزيان حتى نتحصل على قوام اللي نوعا ما ثقيل باش الحشوه ما تهبطليش، ماشي يكون ثقيل بزاف، المهم راه واضح امامكم في الشاشه. وبالنسبه للدقيق بالضبط انا دخل ليا 3 ديال الكيسان، والقوام راه واضح، كيبقى غير الدقيق واش كيتشرب ولا لا. وبالنسبه لليمون انا غادي نستعمل النوع اللي كيكون مشنف بهذا الشكل هذا، كيجي فيه الميني كيك زوين بزاف. دهنتهم مزيان بالزبده ورشيت لهم مزيان الدقيق، وغنفضهم باش يتحيد منهم هذاك الدقيق اللي كيكون زايد على هذا الشكل هذا. ونبدا كندير كميه ديال الخليط كيف ما كتشوفوا معايا، ما تكثروش الخليط. انايا هاد المغرفه كتهز ليا جوج المعالق كبارين عامرين، وغادي نزيد واحد شويه، راه هاد الكميه كافيه لهاد ليمول. هانتوما كيما كتشوفوا معايا راني ما كنوصلش حتى النصف ديال المول، حيت ملي غيدخلوا لي مول ديالنا للفران راه غيضاعف الحجم ديالهم، وإلا درتو كتر من النص فكونوا على يقين انهم غادي يفيضوا هاد لي ميني كيك ديالنا في الفران. كنحاول نقرب لكم الصوره بالضبط
وهنا كنحاول اني نطبيهم مع سطح العمل بشويه باش نخرج منهم داك الهواء والفقاعات اللي كيكون فيهم بهذه الطريقه هذه. والفران في هذه الاثناء راه ديجا عندي كيسخن على 180 درجه. وبالنسبه للتزيين انا خديت هاد التفاح اللي كيكون احمر، راه كيعطي ديكور زوين للكيك ديالنا. غسلتهم وخليتهم بالقشره، حيدت غير داك العلف اللي كيكون في الوسط. وكنحاول انني نقطع شرائح اللي تكون رقيقه بهذا الشكل هذا، وضروري كنأكد عليكم انها تكون الشرائح رقيقه بزاف. يستحسن هاد العمليه نديروها حتى نعمرو ليمول ديالنا بالخليط باش التفاح ما كيكحلش معانا. غادي نستمر هكا حتى نسالي الكميه كامله اللي عندي نتاع التفاح واللي غادي نحتاج، وغادي نرجع معاكم. هنايا اخواتي كيف كتشوفوا بديت كنزين الكيك ديالي بشرائح التفاح. كيف كتشوفوا كنحاول نستفهم هكا بهذا الشكل اللي كيعطي منظر مزيون، وانتوما كتخدموا وانتوما كتشوفوا الشكل اللي غيرضيكم والشكل اللي غيعجبكم. وكما يمكن ليكم تقطعوا الشريحه نتاع التفاح على جوج وديروهم متخالفين، مره ديروا طريف على اليمين مره على اليسار حتى هو كيجي المنظر ديالهم هكاك مزيون. غادي نستمر هكا ونرجع معاكم. وكان هذا هو الشكل الاول، كيجي المنظر ديالو زوين. انا كان عندي التفاح كبير واكتفيت غير بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للشكل الثاني ديال الكيك ديالي خديت تفاحه وحكيتها في الحكاكه الغليظه باش تحصلت على هاد الاشرطه ديال التفاح. وكنحاول انني نوزعهم من الفوق الخليط ديال الكيك. انا اكتفيت فقط بالتفاح، وانتم في هذه الخطوه هذه من بعد ما ترشوا التفاح اللي بغات تضيف الزبيب او قطع نتاع الشوكولا، انا ضفت عليهم اللوز ايفيلي. ما تصورتش معايا هذيك اللقطه، ضفت شرائح ديال اللوز اللي كيكون خضر باش يطيب لينا مع الكيك في خطره. وها هما الميني كيك ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران. كان هذا هو الشكل ديالهم، راهم مازالين سخان. شوفوا راه واخدين حقهم في التحمار، خداو الوين ذهبي ومحمرين كاملين، ما كاينش بلايص بويض. وما نحاولوش اننا نطيبوهم اكثر من القياس، كيجيو طريين وخفافين. غادي ندوزو مباشره للتزيين الشكل الاول. كناخذ واحد شويه نتاع العسل وكنبدا كندهنهم دهنه خفيفه، واللي تقدروا تعوضوه بالناباج او مربى البرتقال. الصراحه هذا العسل كيعطيه واحد اللمعه وتعليكه رائعه ومذاق كذلك. ما تكتروش بزاف، دهنه خفيفه وصافي. وكذلك ندهنوا حتى الجوانب ونحاولوا ندهنوا حتى قطع التفاح كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد ما ساليت غادي نرجع هنايا غير لدوك الحواف او الجوانب الخارجيه ديال الميني كيك ديالي، ونحاول انني نرشهم واحد الرشيشه خفيفه باللوز محمر كونكاسي. كما يمكن لكم ديروا حتى الكاوكاو كونكاسي يكون حتى هو محمر. وهاد الرشيشه نتاع اللوز كتزيد لهم واحد الطعم رائع وكتضيف لهم واحد التقرميشه اللي كتكون زوينه. وبالنسبه للشكل الثاني اللي رشيته بالتفاح محكوك واللوز ايفيلي، غادي نزينهم بخطوط عشوائيه ديال لاصوص كراميل باش يتثبت لينا اللوز ايفيلي وما يطيحش لينا، باش منين كنقلبهم يبقى اللوز مثبت ولاصق بصفه نهائيه. وتقدروا تعوضوهم بالشوكولاط ابيض او الشوكولاط الاسود اللي عجبكم. البلاطو ديالي من بعد ما ساليته هو هذا. من بعد ما ستفت الميني كيك تحصلت على هذا البلاطو اللي الشكل ديالو راقي بمقادير بسيطه. تحصلنا على جوج ديال الاشكال ديال الميني كيك مختلفه، لا في المذاق ولا في الشكل. شكل راقي ومذاق ولا اروع، شي حاجه اللي كتجي راقيه وكتجي زوينه بزاف، خفافين وهشاشين. يا سلام، بغيتكم تجربوهم. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو ليا لايك وتخليو ليا الاراء ديالكم في التعاليق، وبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. الى اللقاء في فيديو قادم.